هذا المي تقريبا لتر، ما يحترق الميز، بس اجيب الوجبه واجي. يابا شلون الصحة؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم تكونون بخير وصحة وسلامة. موضوعنا اليوم كلش مهم، اللي هو على تضبيط الوقت. شلون تضبط وقتك؟ قبل هذا وجبتي كلش بسيطة، تمن تقريبا 200 غرام. خل اشوفكم اياها، شكلها كلش حلو. حاليا دا احاول اسوي وجبة بوجبة، احضرن كلهن ولكن كل وحدة احميها بالطاوة بهذا الشكل. ف عندك 200 غرام تمن. هنا أنا عندي همبرجر، هذا اني مسويه لحم صافي احمر، لحم غنم، بدون ليه بدون كل شيء. انا استنقي اللحمايات واسويها 100 غرام 100 غرام على مود الوزن. من اطلع مو احتاج كل ساعه وزن وحده، الوزن مالته الرو يعني 100 غرام الوحده. وطبعا هنا قبلها اني اكون حامس طماطه بصل واخلي جرجير فد باقه وحده. وبعدين بالاخير كلنا نجمعهن سوا، اخلي التمن ويا عمود يحمى واخلي اللحم عفو. احب اكل بالطاوه واخلي التمن وياه، واخلي شويه لبن. ما كلش احب اللبن ولكن ما اقدر اخلي هوايه لان يطلع لي حبوب. اني مشكلتي الكبيره كلش ويا اللاكتوز، اللي هي ماده موجوده بالالبان والاجبان والى اخره. فهوايه منكم حكوا على موضوع انه كان عندي بعض الحبوب شويه بظهري، رغم هي كانت قليله مو هوايه. سببها شغلتين، الاولى هي اللاكتوز، والثانيه احد محسنات الاداء اللي استخدمناها اللي اثرت علي، ولكن كنا مجبورين نستخدمها اخر فتره. احنا قطعناها ولكن اخر فتره كان لازم نرجع ندخلها بالبرنامج مالتنا. ولكن راح اقول لك شغله، شلون الانسان يقدر يكون نسميه بالانجليزي wealthy، يعني غني. وهذا الغنى لا يقتصر فقط على الماده ولكن على كل شيء. غنى الصحة، غنى الثقافة، غنى المادة، غنى العائلة والى اخره. شو ممكن تكون غني بكل ذني بدون ما تصرف دولار واحد؟ اولا اذا انت تريد تشتغل تاكسي في رأيي تشتري سيارة، ولكن اذا انت تريد تكون انسان افضل كل اللي تحتاجه عندك، العقل، الجسم، القرارات، كله يمك. كل اللي تحتاج تسويه بانه تقدم او تتبحر اكثر فيما تملك وتكون مسيطر عليه الى ابعد الحدود. اول شيء جدول نومك حبيبي. شو وقت تنام، شو وقت تقعد، روتينك اليومي. تايم مانجمنت، من اسمه تايم مانجمنت. شلون تضبط وقتك اليومي؟ لازم يكون عندك جدول تمشي عليه. ليش احنا كنا ننجح بالمدارس بالجامعات رغم انه احنا تروح من اول ابتدائي من رحت لا تعرف جدول الضرب، لا تعرف الارقام، لا تعرف تقرا، لا تعرف تكتب. بديت من الصفر. والنجاح مال هذا يعتمد على انه انت ايش تسوي؟ ده تمشي على قوانين خالها المدير، خالها السيستم، خالها الحكومة عليك. لهذا السبب انت راح توصل للطريق اللي هم راسمين لك، يعني بي عقاب وبي مكافأة. فاحنا ناخذ البساطة من هذا الشيء، عقاب مكافأة سيستم. اوكي، اطبق هذا على اهدافي. اول شيء النوم مالتي والقعدة مالتي. شغلك ما يسمح تداوم بالليل ما اعرف ايش، نام لك من 6 الى 8 ساعات 9 ساعات حسب انت اللي تقدر عليه. شغلك انت تخلص بال4 الصبح، اوكي بال5 نام، من ال5 خلينا نقول لل12 للوحده، اوكي نفس الشيء تاخذ عدد ساعات النوم. اكيد اكو اختلاف معين بيولوجيا بين الليل والنهار، ولكن لا باس به، هذا تقدر عليه. الله يوفقك انت اللي تشتغل. فلازم احنا نوازن. زين، يبقى لنا وقت كثير. اذا انت 8 ساعات نايم بالزايد، انت شو يبقى لك؟ حيبقى لك 4 يبقى لك 16 ساعه. ماشي، اكو اشخاص 16 ساعه ما تكفيهم فنقلل من النوم. اوكي، لازم نقلل من النوم مؤقتا على مود نوصل للهدف. فشون انت زين؟ اوكي كابتن والله ما اقدر انام من وقت، تعذبت والله انا هم ما اقدر انام من وقت.
بس أنا أقدر أجبر نفسي أقعد من وقت، أجبر نفسي أقعد الصبح مثلا أنام ب3 الصبح ب4، بس أني أقدر أجبر نفسي أقوم الصبح، أخلي أحد يقعدني، أخلي منبهات، أني أقوم، المهم أقعد ساعة بيش، مثلا خلينا نقول قعدت بالساعة ب7، أقوم أطلع أسوي أكلي ما أعرف إيش، أروح للسوق ألهي نفسي على مود النوم مالتي ما تجي وأنا بالشارع دا أمشي ما أقدر أنام، فأظل ألهي نفسي. طبعا ما أخذ لا قيلولة ولا أي شيء، أحاول أشغل نفسي. بالليل ساعة تتمرن طبعا وهالأمور، بالليل الساعة 9 10 أنت ميت مثل الطفل بس تريد تنام. زين هذا حلينا، فترة تمشي على الموضوع حلينا. ثاني شيء راح نحكي عليه اللي هو الديلي تاسك. أول ما تقعد الصبح الزم تليفونك أو ورقة وقلم بالطريقة اللي تحبها، أنا بالتليفون أسوي هذا الشيء. أكتب شلون هسه هنا أنا مسوي لكم، هسه أنا مسوي هذا الفيديو خاله بهالطريقة، وعندي مثلا الجدول مال اليوم مسوي بهالطريقة، لأن قلت لكم ها عندي مواعيد، موعد مو عندي موعد فد شيء معين، عندي مواعيد أنا خالها لنفسي، جابر نفسي على أوقات معينة، فأطبقها وأمشي عليها بهذا الشكل. نحكي على الديلي تاسك اللي هو أنت يوميا اقعد الصبح شوف شنو الشغلات اللي لازم تسويها، اكتبها، حاول قدر المستطاع ان تكتبها بالتسلسل الزمني، ياهو تريد اول شيء، ياهو ثاني شيء، ياهو ثالث شيء، ياهو رابع شيء، وكل ما تخلص شيء كل 3 4 ساعات تشيك وسوي تشيك على اللي انت تم خلصته. هذا الشيء كلش مهم، راح يريحك نفسيا، وراح يكون عندك نوع من الاو سي دي. بالعربي ما اعرف شنو الاو سي دي. الاو سي دي مثل ما واحد يعني مهووس في الدقة وإنهاء المهام، والحاصل يصير عندك نوع من الأو سي دي في إنهاء مهامك اليومية. ماشي، فشو تسوي؟ كل 3 4 ساعات تشك هاي خلصت، كم شغلة خلصتها، راح ترتاح نفسيا وراح يصير عندك حافز إنه أنت تقدم أكثر وأكثر. هذا همين خلصناه. زين، مو بس التاسك اليومي، سوي بملاحظات أخرى، افتح نوت جديد، اكتب التاسكات مالتك أو الشغلات تريد تسويها على بحياتك. مثلا تريد تسافر، تريد تفتح لان مشروع، تريد تطلع اجازه سوق. هذا ذكرتوني هاي اجازه السوق لحد ما عندي، لازم اروح لبغداد واسويها باسرع وقت. يلا اللي هم عارف اللي انا اريد اسويها باسرع وقت. واما اجي سياحه واشوفكم وحاجبني اسوي سفره للجنوب كله، يعني الجنوب والوسط والمحافظات هاي الحلوه. بس خلي اعدل كم شغله وان شاء الله اجيكم. هاي حكيتها رد اسوي مفاجأة لكم، ولكن هسه خلي احمسكم وبعدين همين اقول لكم بالضبط شو وقت اجي، لان كلش عاجبني يعني اسويها ان شاء الله. زين، فنخلي هاي الاهداف الكبيرة همينة بنوت اخر، تفتح بين فترة وفترة تشوف انت هل سويت اللي عليك ما سويت، شنو الشغلات لازم تقرب لها اسرع. زين، هسه احنا حكينا على ذني. زين، شلون كابتن والله بالفراش مرات اقول هسه شوية اقوم وما اقوم، طول نص ساعة ساعة أظل بالتليفون، أباوع لي 3 4 ساعة وأشوفها على غفلة، خلص يعني اليوم خلص، النهار خلص. أكو فد شيء قد ما هو تحسه تافه. الجرس عندك، خل أروح أشوف منه. أعتقد أمي. الوالدة جتي، فدائما أول ما تجي تدق الجرس علي على مود اجيب الغراض. احنا قاعدين طابق ثاني. دا اصور فيديو مو اكو احد البيت يوم. زين، كنا بالموضوع اللي نقول شلون تقوم من الفراش او تقوم من اللي انت تسوي بيه وتروح تنجز الشيء المفروض تنجزه. شيء ما الموضوع يبين سخيف، ولكن جربه وراح تشوف. هيك وحده امريكيه اعتقد لها كتاب كامل حكت بيه بهذا الموضوع وسوته ونجحت نجاح رهيب. كانت باختصار فاشلة إلى أبعد الحدود، ما لا تعرف تلقى شغل ما شغل وإلى آخره. ففي يوم من الأيام وهي بالفراش أما لا تقدر تقوم التعاجز، بعدين فكرت بالصاروخ مال الناس. عارف إن الصاروخ من ينطلق مو 10 9 8، فقالت خل أجرب. سوت 5 4 3 2 1 طب، قامت والله من واحد. زين، يوم ورا يوم تطبق هذا الشيء، قامت صدق وكأنما اكو شيء بجسمها مثل سبرينج يدفعها من تخلص
من هذا العد التنازلي، سوت كتاب كامل على هذا الشيء، نجحت نجاح رهيب. يعني زين أنا هميني من شفت هذا الفيديو قلت شنو هالسخافة، والله جربته بس أنا سويتها أسرع، سويتها 3 2 1 3 2 1 على والله أقوم أباك فاز من النوم. فهاي كلش راح تفيدك، هذا الشيء طبقه راح تستفاد كلش شوية. زين لم تفتهم فكرة بأنه أنت من عندك وقت أكثر، الكواليتي مال الوقت مالتك يقل، فكل ما طبقت ضغط أكبر المعادلة حتكون طردية مع جودة الوقت، تضغط أكثر على نفسك من ناحية العمل والمواعيد وإلى آخره، راح الكواليتي مال هذا الوقت الجودة مالته راح تكون هواية أعلى. شلون يعني؟ يعني مثلا أنت لا تقول والله أنا أدرس أريد أركز فقط على الدراسة على مود أقدر أطلع درجة عالية، لا، يعني حيبقى لك مثلا 8 ساعات الدراسة، هاي 8 ساعات تقول يلا هسه أقدر أطلع، هسه أقدر آكل، هسه أقدر أبع فيلم، يبقى لي وقت تجرجر وتماطل ويخلص الوقت وأنت ما مستفاد منه شيء. لا، أنا شفت أسوي بالجامعة مو هيك، وبحياتي بشكل عام أملي اليومي ملي، أخلي شيء ورا شيء على مود لما أنا أسوي هاي الشغلة عقلي كله هاي الشغلة أستوعبها تماما، لأن ما عندي وقت وراها للاستيعاب والمراجعة وإلى آخره. من أشتغل دا أشتغل، من أدرس دا أدرس، من ألعب دا ألعب. تفهموني؟ زين شلون ندرس؟ راح أنصحكم نصيحة على الدراسة. أكثركم المتابعين مالتي طلاب، إذا طلاب سادس، إذا طلاب جامعة، أو طلاب بعدكم بالإعدادية وإلى آخره، أو متخرجين، حتى هاي المتخرجين تفيدكم. قبل من كنت بالجامعة، أنا خريج جامعة أمريكية هندسة طاقة، رغم هذا اشتغل شغلتين و3 شغلات واتمرن وكل هاي السوالف، وكان علي ضغط هائل ما اتطرق له حاليا، ان شاء الله بغير فيديوهات نتطرق له. فكنت مجبر على انه القى طريقة تخليني انجح بالدراسة، انجح بالشغل اللي محتاج فلوس، كان وضعي كلش تعبان، شكل ما تتصورون تعبان، وبنفس الوقت أدير بالي على جسمي، لأنه مثل ما تعرفون كل شغلي بي مظهري وإلى آخره، يعني اعتمادي ككاريزما على هذا الجسم، فلازم أدير بالي عليه. لأن عندك فلوس، عندك هما شغل عليك، ولازم تطلع معدل، لأنه بآخر فترة قدرت أحصل منحة دراسية، فمعدل لازم يكون عالي. فمن ناحية الدراسة شنو أسوي؟ كنت أول ما أجي للجامعة أقعد بأول رحلة لي قدام، من أفوت بالكلاس أني أول رحلة قاعد أجيب أوراق وياي A4 ماشي، شكو حكاية المدرس يحكيها أكتبها، شكو حكاية المدرس يحكيها كلهن أكتبهن بشكل يعني عشوائي، بس الأسمع أنزله، أسمع أنزل، أسمع أنزل. وطبعا عندي اي كونتاكت، وحاول قدر المستطاع يصير عندي انتراكشن، يصير عندي فد نوع من التفاعل ويا المدرس، على مود اني المعلومات تترسخ. ولكن هذا مو كافي. بين المحاضرات او بالليل من ارجع للبيت للقسم الداخلي، اللي كنت عايش بالقسم الداخلي، او بالكافتريا من اقعد دا اكل او فد شيء، لازم بنفس اليوم هاي الملاحظات اللي كتبتها ارجع ابيضها باي فورلاخ بشكل كلش حلو مرتب، اكتبها وكانما دا ارسم. خلصت هذا الشيء اثقبها واخليها بالفايل، ما كان عندي دفتر، كان عندي فايلات، لحد الان الفايلات موجوده. خلص انطبعت. بوقت الامتحان، يوم قبل الامتحان، اراجع اشوف يا شغلات اني مو كل زين بيها، اعرف راح انساها، اجيب ورقه الخص كل فصل، بس كله لازم يكفي بهاي الورقه الوحده الاي 4، وتشوفوا وبس وجه براحتكم. اكتب والشغلات اللي راح انساها اني اخلي لها هايلايت. ثاني يوم الصبح اقعد ساعه ساعتين قبل الامتحان، اكل مرتاح ما اعرف ايش، اراجع هاي الورقه، اروح الامتحان انا جايب اي بلس، اي ماينس، بي بلس، بي ماينس، المهم بالثمانينات والتسعينات. لهذا السبب اقول لك الضغط يولد جوده للوقت. العلاقه مالتهم رهيبه، تتناسق سوا، كل ما كان ضغط اكثر كل ما الانسان راح ينجح اكثر. فهاي حليناها. زين شلون نتمرن؟ لا تقول والله انا دا اشتغل دا ادرس وما اعرف ايش ما اقدر اتمرن. طريقه تمرين او انه دير بالك على صحتك وتغذيتك هو مو متعاكس، هم اثنيناتهم نفس الدرب.
فأنت باختيارك، إذا أنت تريد تنجح دراسيا، تنجح عمليا، تنجح فكريا، أنت لازم تتمرن، لازم تدير بالك على الآلة الوحيدة اللي أنت تملكها، واللي هي جسمك. لأن إذا أنت جسمك وعقلك ووضعيتك مو تمام، حالتك النفسية تعبانة، ما راح تقدر تنجز. أنت مو بوضع يقدر يخليك تنجز. فمهم أنه تشوف الوضع ذن اثنيناتهم طريق واحد وليس طريق متعاكس. هن مو هيك، ثق بالله أنه هيك. زين، نجي نحكي على المختصر مال هذا كله ببساطة. ما أريد أذوقكم أكثر، ها هي. يبقى أنت يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، تسوي هذا السيستم أكثر مثالي، وتحاول تسوي له أدابتيشن أو تأقلمه، وتتأقلم مع الروتين، مع هذا الروتين اللي أنت رسمته. وفي بعض الأحيان يصير عندك بعض الظروف لازم تأقلم هذا الروتين على هاي الظروف، تبتعد شوية عنه وترجع له. خلي يكون أكو مرونة به، ولكن قدر المستطاع أنت بعدك بالحدود اللي أنت خالها. باختصار، محتاجين نصرف فلوس، محتاجين نصرف أي شيء، كله راح يتولد من الشغلات اللي الله سبحانه وتعالى اوريدي منطيك إياها. كل اللي تحتاجه ويا هذا الشيء مجرد وقت. بعد سنة، سنتين، 3، 4، 5 راح ترجع على هذا الفيديو، راح تكتب لي تعليق تقول لي كابتن أنا كانت صحتي 0 وحاليا صحتي ألف الحمد لله والشكر، كلش تمام. كابتن أنا كنت ماديا متدمر والحمد لله هسه كلش متمكن. كابتن أنا مش أقدر أنجح بفلان درس، وحاليا هذا من أفضل الدروس وأكثر الدروس اللي أحبها، وحاليا أنا دا أدرس أصدقائي. كابتن أنا كنت فاشل دراسيا وهسه أنا الأفضل على دفعتي. وعد راح تسوي هذا الشيء. فمن هسه طبق اللي قلت لك عليه، وثق بالله راح توصل لكل أهدافك اللي أنت رايدها. لحظة خلي أشرب مي، والأكل برد، أبالي آكل وأحكي وياكم، ولكن اندفعت كالعادة. أتمنى الفيديو كان مفيد. شكرا لكم. كان وياكم علي غازلان. لا تنسى أنت أقوى من الظروف. مع السلامة.